ميكروبيوم صحي عن طريق ايه؟ عن طريق مثلا حاجه زي الصيام المتقطع، دي بتخلي اعمار البكتيريا النافعه تزيد، اللي هي تو سرفايف، يعني بتقدر تعيش اكتر. ان احنا وزننا يبقى في الرينج الطبيعي، ده بيساوي ان انا بيبقى عندي ميكروبيوم صحي من ضمن الاسباب، يعني مش لوحده اكيد. الفايبرز بقى والاكل الصحي والتنوع اللي فيه، البهارات، الحاجات المخمره زي الملفوف المخمر ده، ممكن مثلا تعملوا سيرش ازاي بيتعمل وكده وتعملوا في البيت. رياضة، الحبة السحرية اللي بتأثر على أي حاجة، 6 أسابيع مثلا تمارين متواصلة بتعيد توازن البكتيريا يعني البيئة النافعة دي في الأمعاء للناس اللي ما كانش عندها توازن في بكتيريا الأمعاء. دي كانت دراسة معمولة مرة يعني. طبعا البداية خالص قبل ما نظبط كأكل صحي، وقف بقى الحاجات اللي بتغذي البكتيريا الضارة زي السكر مثلا، السكر والحاجات الزيوت النباتية والكلام ده كله، ده مصايب سودا يعني. اللحوم المصنعة، الحاجات الفواحات اللي هي بروايح صناعية، الحاجات دي كلها، المضادات الحيوية، الكحول، الكلام ده كله يعني تدمير كامل لبيئة البكتيريا النافعة. فاست فود طبعا يتربع على عرش القمة يعني مع السكر الأبيض.